الأهلي قدر يتوج بكاس السوبر السعودي للمرة الثانية في التاريخ ديالو من بعد ما ربح النصر ب5-3 في ركلات الترجيح في النهائي اللي تلعب ليوم السبت في هونغ كونغ. النصر كان هو السباق للتسجيل عن طريق كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 41، ولكن فرانك كيسي عاد الكفة للأهلي في آخر أنفاس الشوط الأول. في الشوط الثاني مارسيلو بروزوفيتش زاد الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 82، غير هو روجر إيبانيس رجع التعادل الأهلي قبل ما يسالي الماتش مباشرة. المباراة مشات لركلات الترجيح واللي ابتسمات الفريق الأهلي حيث سجل كل من محرز إيفان توني، كيسي، فراس البريكان وغالينو، في المقابل بيا عبد الله الخيبري ركلة حاسمة للنصر بعد ما كانوا رونالدو بروزوفيتش وجواو فيليكس سجلوا. وبهذا التتويج الأهلي زاد ثاني كاس سوبر في خزانته بعد نسحة 2016 وكمل موسمه الكبير بعد ما ربح دوري أبطال آسيا للنخبة في شهر ماي اللي فات.